متابعين القناة بتاعتي وغير المتابعين، أهلا وسهلا بيكم. عايز أعلق على حاجة بس بخصوص أحمد حسام ميدو. ملاحظة أحمد حسام ميدو عنده الجرأة والشجاعة إن هو بينتقد أي حد ويشاور على عيوب أي حد، مهما كان مين هو، مهما كان اسمه، مهما كان سنه. إنما يجي عند حسام غالي يقلب حاجة تانية خالص، ينكر أي عيوب عند حسام غالي، ينكر تماما ويحاول يقلبها تبقى أمور واضحة جدا، مثلا عن عيوب او عن اخطاء منه، يحاول يقلبها تماما، يحاول يقلب الحقيقة تماما. طبعا طريقة مهروشة ويعني وباينة قوي ومكشوفة قوي يا ميدو، يعني والناس يعني عندها ليك بعض الاحترام. فبلاش ان انت تحاول تقلب الحقائق وتدخل يعني علاقاتك الشخصية ما بينك وبين صحابك في امور تهم بيها الرأي. يعني واحد زي حسام غالي ده واحد أثبت فشله أكتر من مرة في أكتر من مكان بأكتر. سيبك من إن هو كان لعيب كويس، لعيب كويس وعنده مهارات في الملعب وكل حاجة، لكن شخصية سيئة جدا وعنده عيوب خطيرة، وإنسان صعب التعامل معاه، وصعب إنك تتفاهم معاه، وصعب إنك تفهمه، وصعب إنك تعمل معاه أي حاجة. هو نموذج سيء في الرياضة الصراحة. لا ينفع في إدارة، ولا ينفع في إدارة فنية، ولا ينفع في أي حاجة. وجوده يسبب مشاكل، دايما وجوده يسبب مشاكل. كل المدربين اللي دربوا الفرق اللي كان موجود فيها محدش فيهم كان طايقه، ومحدش فيهم كان عايز يلعب، وكلهم كانوا عايزين يمشوه من الفريق، برغم ان مستواه الفني في الملعب كان كويس. انما عيوبه الشخصية قاتلة، تدمر المجموعة، تدمر الفريق، تدمر الجهة اللي هو بيتواجد فيها، وتكون عداوات وخلافات. ويعني شايفينه من ساعة ما دخل مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشاكل قد إيه كتيرة. خناقاته مع حسام غالي وحتى قرارات بتتاخد غلط، بين هو المفروض ان هو يعني اللي بيمثل يعني الوجه العصري اللي بيمثل الكرة الحديثة جوه مجلس الإدارة، والدنيا خربانة. وكمان فهمه للأمور مش أحسن حاجة. ولما راح إنجلترا وهو برضه قاعد يكذب ويقول ظلموني ومش ظلموني، وهي الحكاية الحقيقية مش كده، وحكاها قدام ميدو، وميدو ما كدبوش وفوتها له. عشان كده أنا عامل الفيديو ده وبتكلم. مش هينفع نقعد نكمل بقى، يعني الظاهر ميدو وحسام غالي دول مكملين معانا كتير، فكده بالطريقة دي مش هينفع تشتغل الرأي العام يا ميدو الصراحة. مشي حسام غالي من فرقة توتنهام عشان الموقف اللي هي راح فرقة لسه طالعة من الدرجة التانية مع مدرب كبير ستيف بروس. راح حسام غالي لسه الورق ما خلصش حتى بين الناديين، وفي أول تمرين ليه جاب الايجنت بتاعه، جاب ستيف بروس، ويقول له الفرقة مش على قد عشم اللي انا كنت متعشمه فيهم، قدراتهم اقل مني، وده انا معرفش العب في الكلام في المستوى ده. وليه بنلعب كور طويلة؟ احنا عايزين نبقى بنتحكم في الريتم وبنتحكم، وفاكر نفسه رايح مانشستر يونايتد. طبعا المدرب راح عمل مؤتمر صحفي وفضح الكلام ده كله، وطرده من الفرقة، وبلغ النادي ان هو ما يكملش اجراءات في الورق عشان يتمموا عملية الانتقال. فده حسام غالي. مش هقعد انا مش عايز اقعد افتكر حاجات كتير، هي بس الناس عارفاه كويس. انا بس بهايلايت تاني على حتة ان لو سمحت يا ميدو، يعني خلينا نستفيد بالخبرات بتاعتك دي في حاجات كويسة. بلاش تحاول تغير الحقائق، وانا عارف ان انت من مصلحتك ان حسام غالي يقعد يوصل لاعلى مناصب عشان انتوا صحاب، تمام. بس انت كده بتأثر على الرأي العام بالسلب، وبتفرض علينا حد مش مؤهل ان يوصل لمناصب كبيرة، بتفرضه علينا وبتشجعه وبتوسع له طريقه وبتسلكه له. فبلاش الحاجات دي.